إعدام اليوم قد ما هو سهل ولذيذ وخفيف، راح يعجبكم، بتحبونه، راح يوصل لأعماق قلبكم، بيوصل بدغدغ خلايا مخكم. لذيذ. تبونه مع خبز، يفضل الخبز الإيراني كذا الهولي، الخبز يعني عرفتوا زي اللي أجيبه من البحرين، بيطلع مرة حلو. خبز النان، طبعا الوصفة ما هي هندية. زائد تقدرون تاكلوها مع رز، صراحة مشتاقين للرز. تقدرين تضيفين له بطاطس، بس راح اخليه إدام. لذيذ يا بنات، لذيذ لذيذ لذيذ. الفلفل الحار تقدرون تقطعونه وتضيفونه، او تقدرون زي ما انا بسوي بخليه كامل، لان عشان ما يحرر الوصفة. دجاج، تبين تنزعين الجلد براحتك، تبين تخلين الجلد هم براحتك. راح اضيف عليه الملح، هاي الدجاجة واحدة قطعتها 8 قطع، راح اضيف عليها ملح. بهارات مرة بسيطة، لا تكثرون فلفل اسود، اول مرة اقول لكم لا تكثرون، ما لاحظتوا؟ مهكرة حصوص. بابريكا، كثروا البابريكا، واذا تبون فلفل مجروش حطوا. بضيف السبع بهارات من مجموعة التوليفة، لا تكثرون، يعني هو اكثر شيء البابريكا. وعندي الزبادي. مساج 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 مساج، خلنا نمسج ونرجع. هذا المساج الخفيف والظريف بنغطيها ونخليها اقل شيء نص ساعة. ما فيني صراحة اخليها نص ساعة، على ما اجهز يعني ربع ساعة كذا وببدأ اصلحها. المهم نخليها اقل شيء نص ساعة، وعادي تتبلينها من الليل، من بكرة تصلحينها. نسخن الزيت وراح نبدأ نحط قطع الدجاج، نخليها بس تاخذ لها لون من الوجهين، تقريبا 3-4 دقائق كل وجه. نبغاها تاخذ هذا اللون من كل جهة. لما نوصل لهذه الدرجة خلاص شيليه، اللي تحسينه خلاص تمام شيلي. نفس المقلة راح نضيف البصل. الوصفة هذه تعلمتها من وحدة عراقية صراحة يعني، فاشتهيت اسويها لكم، قد ما هي لذيذة. انا تعلمتها من وحدة عراقية، بس مش معناها ان الوصفة عراقية، لا، بس يعني اللي تعلمتها منها. المهم بضيف مكعب مرقة، راح نضيف الثوم والزنجبيل، ما اكلمك اصور. راح اضيف الثوم والزنجبيل. الوصفة البنت ما قالت ان فيها زنجبيل، بس انا حبيت اضيف، يعطي طعم حلو. يا ولادي يحسبني اكلمه. لاني قلت له بسرعة لا تصير ريحتك بصل، كان ياخذ موية. المهم راح اضيف الفليفلة، ممكن تضيفون فلفل حار مقطع. بضيف الفلفل الحار وراس ثوم كامل، طبعا راس ثوم كامل هذا اضافة ثوم اسوم عشان تصير ثومة ثوم اسوم، واقلب شويات. الحين راح اضيف معجون طماطم ودبس فليفلة، اذا عندك، ما عندك الكمية كلها خليها معجون طماطم. صراحة طعمه حلو فانا احب اضيفه، مع اني لسه ما ضفت بهارات، بس روايح الخضار حلو. راح نضيف ملح، لا تكثرون لان فيه المرقة. البابريكا، طبعا اليوم وصفتنا برعاية البابريكا. تمام، فبيطلع طعم البابريكا مرة واضح. فلفل اسود، 7 بهارات من مجموعة التوليفة او اي مجموعة تفضلونها، بس لا تكثرون 7 بهارات. ليش؟ يعني بكثر من بهار المرق والإدام. اذا ما عندك حطي بهار الدجاج، ممكن تكتفين ببهار واحد اللي هو البابريكا والفلفل الاسود، وبهار الدجاج او بهار المرق والإدام. يمين، ريحة قامت تطلع تجنن، الله، بخور بخور. بضيف ما يقارب 2 إلى 2.5 كوب من الموية. بسم الله، سموا.
لا تحطين موية على شيء حار بدون ما تسمين، انتبهوا، عرفتوا؟ فسموا، وخلي أصلا ذكر الله دائما في أي شيء تسوينه في حياتك، سمي. خليك شوي بس تاخذ لها تسبيكة. بدأت تبقبق البقبقة، راح أرجع فيها الدجاج عشان نكمل طبخة. فخلني أرجع كله وأرجع. النكهات بالله عليكم ما سهلت عليكم الأمور، ما سهلت عليكم الطبخ، شوفوا قديش سهلة، والروايح معناها بتطلع لكم وصفة جبارة. حطيت بقدونس مو كزبرة، واللي بسويه أبهدي الحرارة، بس ودي أنا إن هذه الأشياء شوي كذا عشان تغطس. طبعا بعد بخليها نص ساعة تقريبا حرارة وسط. راح أكشف عنها وأقلب فيها بعد ربع ساعة، عرفت؟ بس عشان أتأكد إن كل شيء تمام. خلنا نهدي الحرارة ونغطيها. ما شاء الله تبارك الله، خلصت الطبخة. شوفوا بس، شوفوا الجمال، عينكم عينكم، ما أحكي لكم عن الجمال. وهذا الطبق صار جاهز، شوفوا بس ما أحلاه، المرق خاثر والريحة ولا أشهى. طبعا بقدر مع الدقوس، وأنا أحب بودرة السيراتشا، أحبها مرة يعني مع هالأصناف. المهم نسوي جلسة تصوير وأجي أوريكم إياه من داخل. نحتاج أحكي لكم، طبعا قطعنا قطعة، شوفوا بس اللذاذة، شوفوا شلون الأكل مرة لذيذ. خذوا من هذه السوالف شوي، حطوها هنا مع الرزيزات مع هذا. أكيد بحط شطة، أكيد أنا أحب بودرة السيراتشا، بحط شوي. وتخيلوا تختمون هذا الشيء بعصرة ليمونة. بديت أتخيل كذا قبل ما أذوق، مع ذقتها ترى يعني، وأنا أصور ذقت. يمي 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 يمي. إن شاء الله راح تنادي الأولاد على ما يجون ناخذ لنا لقمة. تومة مقسوم بنات، ناخذ كذا قطعة منها، تكون كذا ذايبة. يمي. بودرة السيراتشا هذه رهيبة. حطيت الثومة هنا وكل شيء، بودرة السيراتشا وكل الأمور. مسكته